بسم الله الرحمن الرحيم. وصفة النهاردة إن شاء الله هنعمل فيها ألذ وأسهل آيس كريم بالشوكولاتة. آيس كريم صحي بشوكولاتة بدون سكر، تحلية جميلة جدا للصيف. هنعمله مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة، وهنزينه كمان بالمكسرات وهنزينه بالشوكولاتة. هقولك تعمليه ازاي، وهتلاقي كل مكوناته سهلة وبسيطة. آيس كريم في البيت بالشوكولاتة وصحي بدون سكر. وهقولك على بديل السكر، هقولك على كذا بديل لو مش موجود عندك. يلا نشوف هنعمله مع بعض ازاي. وده زي ما احنا شايفين بعد ما طلع معايا من التلاجة متماسك وطعمه جميل جدا. طريقة سهلة وبسيطة هنعمل آيس كريم الشوكولاتة في البيت. يلا اعملي لي الاول كده لايك وشير واشتركي معايا في القناه لو انت لسه ما اشتركتيش، وفعلي زر الجرس على كلمه الاشتراك اللي باللون الاحمر عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك بيه اشعار. واعملي لي لايك وشير لو عجبك المحتوى اللي انا بقدمه. اول حاجه هجيب عندي الموز بتاعي كده واحطه في الفريزر زي ما هو كده لحد ما يجمد معايا. وبعد كده اجيب الكبه بتاعتي تقريبا حطيته يوم بليله، وابدا ان انا اقشر الموز بتاعي واخد الموز. اخد الجلد اشيل القشر كده هتلاقيه بيشيل معاكي بكل سهوله. وناخد الموز بتاعنا ونحطه في الكبه. ممكن ان انت يكون عندك موز مقطع وتقطعيه وتجمديه، برضو نفس النتيجة، بس احنا بنستسهل فهنحطه بقشره زي ما هو كده وهيديكي نتيجة كويسة ولا هيسود ولا اي حاجة، بالعكس ده بيحافظ على لونه من السواد. هقشر كل كمية الموز اللي موجودة معايا، وانا معايا تقريبا 4 حبات متوسطة من الموز. وممكن لو الموز بتاعك كبير هتستخدمي 2 أو 3 حسب حجم الموز. هقشر كل كمية الموز ده، ولازم يكون الموز بتاعي مجمد كده، وانا بقطعه بالسكينة بتقطع معاكي بسهولة، بس هو في نفس الوقت مجمد عشان يديكي نتيجة كويسة للايس كريم بتاعنا. طبعا لو ما عندكيش كبة تستخدمي هاند بلندر، ممكن تستخدمي خلاط. تاني مكون معايا وهي عبارة عن علبة من الزبادي. الزبادي العادي بتاعنا خلاص هحط منه علبة على المكونات دي، يبقى 4 موزات عليهم علبة زبادي. نضيف بعد كده ربع كوباية من الكاكاو الخام الأسباني ويكون لونها غامق عشان تديكي نتيجة كويسة. طبعا الكاكاو ده غير محلى. هحط كمان ربع كوباية. السكر بتاعي بقى هستبدله بايه، بعجوة او تمر طري كده. انا شلته منه النوى بتاعه وغسلته كويس جدا وقطعته كمان عشان يسهل معايا في الكبة. وممكن تستبدلي بمعلقة عسل نحل، يبقى دي التحلية بتاعتنا، يا اما تمر يا اما عسل نحل. بعد كده هضيف معايا معلقه من اللبن البودره، حوالي معلقتين كده من اللبن البودره، وده اختياري. لو ما عندكيش ما توقفيش الوصفه عنده، هتديكي برضو نتيجه كويسه. وهضيف معايا كمان معلقه من كريم شانتيه، وممكن برضو تستغني عنها، والكريم شانتيه ده غير محلى عشان يبقى الايس كريم بتاعنا صحي بدون سكر. وهحط رشه من النسكافيه بتدي طعم حلو للايس كريم بالشوكولاته. هدي رشه بس خفيفه كده، وناخد كل المكونات دي مع بعض على الكبه بتاعتي، اضربها كويس جدا لحد ما تنعم معايا زي ما انت شايفاها بالشكل ده. تديكي احلى ايس كريم بالشوكولاته صحي بدون سكر. هشيل بقى كل الحاجات اللي على السكينه بتاعت الكبه دي، ونشوف هنقدمه مع بعض ازاي. ما تنسيش بقى لو انت لسه اول مره بتشوفيني ولسه ما اشتركتش معايا في القناه، اشتركي وفعلي زر الجرس على كلمه الاشتراك اللي باللون الاحمر عشان انا كل ما انزل فيديو جديد يوصلك بيه اشعار. واعملي لي لايك وشير وشيري الفيديو لكل اصحابك لو عجبك الفيديو اللي انا بقدمه. بعد كده هجيب الكاسات بتاعتي او كوبايات او بولات اي حاجه موجوده عندك، وابدا ان انا اصب فيها الايس كريم بتاعي كده. شايفين زي ما احنا شايفين مديكي مطه جميله، انضف واحلى ما تشتريه من بره. جربيه هيعجبك، والتحليه بتاعته مظبوطه. ولو انت حابه تزودي ممكن تزودي سكر، بس احنا عايزين نعمله صحي بدون سكر. هنصبته في 3 كاسات كده، وهشيل بقى الكبه بتاعتي كده واجيب منديل انضف الحروف بتاعته، ونشوف هنزينه مع بعض ازاي. هنا عندي سوداني مجروش، ما مش متكسر يعني، خفيف كده. هاخده ارش كده على الوش. وممكن تحطي مكسرات، ممكن تسيبيها ساده زي ما تحبي، ممكن تحطي قطع من الشوكولاته الدارك بما ان احنا عاملينها دايت من غير سكر. فانا هزين 2 بالسوداني، بس الصراحه السوداني مع الشوكولاته بيدي طعم حلو. والاخيره دي هزينها بالشوكولاته، هقولك هنزينها بالشوكولاته ازاي. دي قطعه من الشوكولاته الدارك حطيت عليها معلقه من الزيت وسيحتها على حمام ميه. الميه بتغلي والبوله تحت منها وفيها قطعه الشوكولاته، ونزين بيها الوش. بتديكي طعم حلو ومميز، والسعرات بتاعتها بتكون قليله. وطبعا لو عايزه تحطي باللبن، شوكولاته باللبن، دي شوكولاته دارك. ونزينها وندخلها معانا التلاجة تجمد معانا شويه، تاخدي احلى والذ ايس كريم شوكولاته بدون سكر. وبكده حبايبي تكون وصفتنا خلاص خلصت. عملنا فيها
ايس كريم شوكولاتة بدون سكر، ايس كريم صحي، وعرفنا التحلية المناسبة بتاعته، وممكن قلتلك كمان على البدائل بتاعتها. وفي نهاية الفيديو هتمنى ان انا اكون قدرت اقدم لك ولو معلومة ما سهلة وبسيطة. ما تنسينيش بقى باللايك والشير والاشتراك في القناة، وتشير الفيديو مع كل اصحابك علشان كل يستفيد. وده شكله كمان بعد ما طلع معايا من التلاجة، الشوكولاتة خلاص مسكت معايا كويس جدا. نقدمه مع بعض بألف هنا وشفا. ما تنسينيش بقى بالاشتراك، هتنزلي تحت على كلمة الاشتراك اللي باللون الأحمر وتضغطي عليها عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك بإشعار. واعملي لي لايك وشير لو عجبك المحتوى اللي أنا بقدمه. مع السلامة.